السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة إن شاء الله هنفرز مع بعض، هنعمل ازاي نحافظ نخزن الخضرة بتاعتنا في الموسم الشتاء. طبعا الموسم الشتاء معروف إن الخضرة بتاعته بتبقى حلوة وكتيرة، أما في الصيف بتبقى قليلة جدا وبتبقى غالية. فاحنا ليه ما نستغلش الوقت ونعمل الخضرة بتاعتنا ونجففها برضو ونخزنها معانا للمحشي، للسبانخ، لأي حاجة تبقى معانا. طبعا أنا ما بحب بفرز خضرة المحشي عامة، بفرزها بتكون اللهم صل على النبي شبت وكزبرة بس، ونفس الحكاية في السبانخ شبت وكزبرة بس. أما البقدونس ده بعمله كيس لوحده للسلطة. فأنا جاية أوريكي الطريقة بتاعة التخزين بتاعتها. جبنا الخضرة ما شاء الله حلوة اهي، جيبي الكمية اللي انت عايزاها. انا جبت كمية قليلة برضو عشان انا برضو مخزنت وعملت، بس قلت اوريكي الطريقة برضو ما بخلش عليكي واوريكي الطريقة بتاعتي. جبت الخضرة بتاعتي نضفتها، مسكت فتحت العود بتاعها، شلت الرباط ومسكتها ورحت منضفاها. خدت شوية شوية كده زي ما انا بوريكي كده، فيها اي حاجة بقى صفرة، اي حاجة مش عاجباكي لونها بتشيليها وتنضفيها. وبعد كده بتاخديها تحت الحنفيه زي دي كده مثلا. بصي بقى لونها ده عامل ازاي، واضح في الكاميرا مختلف. بصي ورقتها صفرة دبلانه. لا ده انا اشيلها كده وما استعملهاش، استعمل ايه العيدان الخضراء الحلوه دي. طبعا انا غسلتها ونضفتها اهي. بعد ما تغسليها برضو لما بتيجي تنشف بتلاقي حاجات برضو بتظهر لك صفرة انت مش واخده بالك منها. لازم تكون الخضره ناشفه خالص كده، ما فيهاش نقطه ميه واحده. ليه؟ عشان دي طريقه صحيه اللي هي تحافظ على الخضرة وما يتغيرش اللون بتاعها ولا القيمة الغذائية بتاعتها. هنجيب طبعا معانا طبق صغنن كده، نرجع بدي كده ورا سنة. طبق معانا صغنن هنشيل ايه، هنظبط العيدان بتاعتها دي كده عشان هناخد الاطراف بتاعتها ونقطعها. هناخد حاجات بسيطة كده اهو بس كده ماشي. اهي برضو قبلتنا واحدة اهي بالشكل الحلو ده. وهنجيب بولة معانا، اي بولة عندك بقى، طبق بلاستيك، طبق ازاز، اللي يعجبك. وتجيبي السكينه بتاعتك وتخرطي برضو خرط صغنطوطه خالص اهو. تقطعي بقى على قطاعه اي حاجه، بس اوعي تفرميها برضو. تحطي بقى في اكياس الكميه اللي انت عايزاها. اهم حاجه في التخزين ما يكونش فيها نقطه ميه. اغسليها كويس. اي ترابيزه عندك، اي صينيه عندك بتاعت عشاء، تحط لها ملايه ما يكونش انت مستغنيه عنها، مثلا ما بتستعملهاش، تفرديها او كبرتة تخصصيها للحاجات اللي زي كده، وتحطيها جنب بعض كده لغايه ما تنشف خالص. بس ما فيهاش نقطه ميه خالص. دي طريقه التخزين بتاعتها، بتبقى سهله وبسيطه. طبعا عشان ما اطولش عليكي الفيديو زي كل مره، اخلص التقطيع بتاعي كله وارجع لك تاني حبيبتي. بالشكل دوت بقى خلصنا الخضره بتاعتنا، قطعناها خلاص اهي بالشكل ده. بس السكينه حاميه عورتني. هجيب الكيس بتاعي برضو نفس الحكايه اهي، هقلبها ببعضها ماشي. وهجيب الخضره على قد ما انا عايزه استعمل واحط في الكيس بتاعي. عايزه كميه كتيره، عايزه كميه قليله، زي ما انا عاوزه، على حسب ما انا ايه عايزه فيه. لما اجي استعمل بقى انا هقدر احدد انا عايزه كام كيس منها. كيس هيكفينا اجيب 2، اللي هيكفينا هجيب منها. طبعا هنطلع برضو الهواء منها بالشكل ده كده. اسهل فيديو اهو، بسيط جدا وما خدش وقت معانا. برضو هنعبي الخضره بتاعتنا زي ما تطلع. برضو هنحاول نطلع الهواء خالص كده، هنسويها عشان ما يبقاش فيها هواء خالص. نلف بقى ونربط. اسهل فيديو اهو، ما خدش مننا وقت خالص بكل بساطه، والحمد لله. وخلصنا تفريز الخضره باسهل طريقه ممكنه تخرجي الهواء منها تعيش معاكي في الفريزر.
زي ما انت عايزه، شهر شهرين سنه براحتها يعني، ما تاخدش يعني ولا تبوظ ولا اي حاجه. نفس الخضار نفس القيمه الغذائيه. يا رب الفيديو يعجبك. ما تنسيش اللايك والشير وتعليق الحلو لينا واقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا رب. مع الف سلامه.